رسميا لوكا مودريتش إلى فريق النصر السعودي في صدمة من العيار الثقيل لعشاق ريال مدريد، بعدما انتشر خبر انتقال الأمير الكرواتي للنصر من أجل مزاملة صديقه السابق كريستيانو رونالدو. فهل هذا الخبر صحيح؟ بدأت كل القصة يوم أمس حينما فجرتها أشهر الصحف العالمية على رأسها الماركة الإسبانية بانتقال لوكا للنصر السعودي، حيث حسب الصحف العالمية قدم نادي النصر السعودي عرض لمدة موسمين ونصف بقيمة انتقال قدرت ب 45 مليون دولار، وسيتقاضى لوكا من النصر السعودي راتب سنوي قدر ب 35 مليون دولار بدون المكافآت المالية. وحسب آخر الأخبار فإن بيريز وافق على عرض النصر، كما أن لوكا مودريتش سيوافق بنسبة 90%. فلوكا مودريتش يرغب في اللعب مرة أخرى بجانب الأسطورة كريستيانو رونالدو واسترجاع الذكريات الجميلة والاعتزال معه. وسيستفيد نادي النصر من لوكا مودريتش كرويا واقتصاديا أيضا، مثل ما حدث مع كريستيانو رونالدو. فبعد أكثر من 10 سنوات في ريال مدريد جاء يوم الوداع للكرواتي وانتهاء الرحلة مع الفريق الملكي، فقد حصد الأخضر واليابس مع الملكي وتتويجه ب5 ألقاب دوري أبطال أوروبا وتتويجه بالكرة الذهبية لسنة 2018. وإذا تمت هذه الصفقة سوف ينتقل صاحب 38 سنة قبل انتهاء شهر يناير والالتحاق بفريق النصر. فهل انتهى مشوار الأمير الكرواتي في ريال مدريد؟ وهل سيلتحق بأسطورة الريال كريستيانو رونالدو؟ لا تنسوا مشاركتنا آراءكم حول مستقبل الأمير لوكا.